شباب انا وانت. تفضل. طيب يا حبيبي، الآن احنا نتفق على انه الدين الإسلامي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام دين واحد، لم ينزل عدة أديان، نزل دين واحد على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، نزل لي 10. ايش؟ نزل لي 10 مش دين واحد. عاد انا ما لي شغل في الناس اللي انحرفوا عن الدين، انا اتكلم عن اصل الدين. لا لا لا، انا وانت معترفين انه في عندنا 10 اديان، مش 10 واحد، مش دين واحد. والله يمكن اكثر. انا وانت عندنا اعتراف بهذا الموضوع، انا وانت مؤمنين اصلا بهذا الموضوع. يمكن اكثر. لا لا لا، في عندي 10. لا لا، انا والله انا ما عم بجامل او عم بستهتر ابدا. انا وانت مؤمنين بالعشر قراءات. هاي القراءات كل واحدة من عندهم دين. انا الاختلافات اذا بجر لك اياها وراح استعرض عليك اختلاف كمان شوي وراح تعرف هذول الدينين المختلفين مش دين واحد. هذا اذا بدك انت تعطيني مجال، بس انت حابب تكمل مداخلتك تفضل. لا انا بكمل يا ديار حبيبي. الان الاصل في الدين انه نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، هذا الاصل. والرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا الدين. فكل الخلافات اللي حصلت بعد الرسول من الاشخاص هم يتحملوا المخالفات اللي صدرت منهم. اصل الدين يبقى ثابت. انا امس قلت يعني الحين لما احنا نكلم اي واحد من اخواننا الشيعة نقول له يا اخي ايش يعني شيعة؟ يقول لك يا اخي باختصار احنا شيعة علي على طول. اوكي؟ شيعة علي كرم الله وجهه. طيب تمام، قلنا علي كرم الله وجهه كيف كان يعبد الله؟ هل كان مسلم سني ولا كان شيعي؟ الأصل أنه كان يعبد الله كما عبده الرسول على سنة الله ورسوله، مسلم حقيقي، وما كان شيعي لأنه ما هو شيعي لنفسه. هذا إيش يثبت لك؟ يثبت لك أنه في الأساس الدين شيء واحد ثابت ما يتغير. أستاذ أنت عم بتوصل رسائل للمذهب الشيعي من خلالي لا ولا عم بتناقشني؟ لا أنا أتكلم حقائق. أنا شو دخلني بصراحة؟ يعني إذا أنت حاب تخاطب الأخوة الشيعة في عندهم بثوثهم، أنت عم بتخاطبهم الآن، ما عم بتخاطبني أنا. شو دخلني؟ افهم كيف بدأ الخلاف يا حبيبي. أنا حابب أناقش حضرتك. أنا هذا مستويات ثانية نناقش. أنا حابب أناقش حضرتك بالوساخة اللي موجودة في بيتنا. طيب أوكي، لحظة جايك، أنا جايك للكلام. بدنا ننظف يا حبيبي، ثواني يا ديار، لا تقاطعني. الله يسلمك. لا مو اذا انت بدك تصدر لحظه بس عشان تعرف انا بمنع المناقشه هنا بين الشيعة والسنه، ممنوع يا حبيبي. هذا للتقريب وليس للتبعيد يا ديار يا حبيبي. فاذا يعني اكتافي بتوجعني وكثير ناس بدها تصعد على اكتافي وانا مش قادر. مين يصعد على اكتاف مين يا حبيبي؟ مين يصعد على اكتاف مين؟ انت ارجوك استاذ عبد الله يخليك، بدك انت تناقش الشيعة في عندهم هناك كيف صلى الامام علي ولا كيف صلاه كذا وكيف. انا هذا ما بفهمني الامور يا ديار حبيبي. انت خليني اكمل كلامي حتى انت توصل الفكره. انا وقفت عند هذه الفقره عشان بدي اوجه خطاب لكم. انا ما راح اسمح لكم رد. أنا ما عندي نقاشات بين شيعة وسنة، وبعدين بده يناقشني في الوساخة اللي موجودة في كتبنا. تفضل عبد الله وجه للجماهير. حبايبي والله على العين وعلى الراس كلهم. ليش الفكرة اللي يعني ماني عارف ايش كلهم حبايبنا على العموم. فإذا نحن نوصل لنتيجة ولحقيقة واحدة، إنه لو الرسول عليه الصلاة والسلام الآن موجود وآل البيت جميعا موجودين سيقولون أن الكلام اللي أنا أقوله صحيح. الدين نزل واحد، هذا رقم واحد. رقم اثنين بعض الكتب سواء من كتب السنة أو من كتب الشيعة نعترف جميعا أنها بعضها دخل فيها تحريف لبعض الأحاديث. هذا نعم صحيح. فبالتالي إحنا لما نقول صحيح البخاري وصحيح مسلم، أنا قلت لك أمس 90% صحيح و10% تقريبا موضوع. الموضوع هذا المفروض يبعد. للأسف بعض العلماء اعتبروها من يسموها زي حقوق الملكية الفكرية والأمانة، إنه يا أخي هذا كتابه وهذا مجهوده. نيجي للواقع، كيف هو وصل البخاري ومسلم، كيف وصلوا لل10 أحاديث 20 حديث 30 حديث أيا كان من 6000 حديث موضوعة. نجد أنه بعض المنافقين
بعض المنافقين، لانه انت لما توصل للحديث يجيك يقول لك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يجي يسأل الأول صادق نعم صادق، الثاني صادق قالوا والله فلان مثلا معروف عنه الكذب، خلاص يطيح الحديث. زين، واحد من العنعنة اللي انت تقول أمس تقول عنعنة، زين، واحد مثلا كان منافق ووضع الحديث قال والله الصحابي الفلاني اللي مات قبل 50 سنة هو اللي أعطاني المعلومة. طبعا الميت ميت، صعب انه يجي يقول لا هذا كذاب، انا ما قلت له، انا ما سمعت من الرسول. فاذا بعض الكتب اللي من الطرفين فيها امور غير صحيحه، هذه اللي انا جالس اقول هذه الشوائب هذه تبعد، على اساس نرجع للدين الصحيح. هذا رقم 2. رقم 3، الان هذا من كتبنا احنا سنه، الان من كتب الاخوان الشيعه انا ما اعرف في كتبهم مثل ما هم يعرفوا في كتبهم، واللي وصلها لنا واحد اسمه آية الله العظمى محمد آصف. زين، هذا الرجل عمره يمكن حوالي 80 سنة 90 سنة وهو يتدارس الكتب من الطرفين. إذا كان عندك ورقة وقلم تبغى تكتب معي يا ديار اكتب. رقم 1، شوف نزل في نهاية حياته، لاحظ في نهاية حياته، وهذا نعتبرها حسن خاتمة، وصل في نهاية حياته ألف 4 كتب أو 5 كتب، للأسف الشديد خلصت بسرعة. الكتاب الأول سماه إيذاء الذات الإلهية، تبغى تسجلها رقم 1 سجلها. رقم 2 أنا راح أبين لك باختصار كل واحدة، هو ألف كتاب، أنا راح أعطيك جملتين من كل كتاب. الكتاب الثاني سماه إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الكتاب الثالث إيذاء القرآن. النقطة الرابعة إيذاء أهل البيت، وإيذاء الصحابة، وإيذاء الملائكة. زين، تيجي تقول يا أخي كيف إيذاء الذات الإلهية؟ مو معقول في أحد يؤذي الذات الإلهية. الرجل يقول في بعض الكتب، وأنا أقول الناس براء من تحريف البعض، إذا واحد ألف كتاب هو يتحمل، الناس ما يتحملوا. قال في بعض الكتب وجد عنده إنه في ناس اتهموا جبريل عليه السلام بخيانة الرسالة، وإنه بدل ما ينزل الرسالة على الرسول بدل ما ينزلها على علي نزلها على الرسول. فهذا تعدي على الذات الإلهية، إنه يعني كيف الله ما يعني ما يعي، كيف يسمح دين بالكامل ينزل خطأ، كيف تخون جبريل خليته كأنه شيطان وهو ملاك كان الله حرقه مثلا. هذا الذات الإلهية انتهينا منها. قالوا إيذاء الرسول، هو هذا كلامه هو، قال بعضهم آذوا الرسول. كيف آذوا الرسول؟ قالوا إنه والله الرسول زوجته زانية اللي هي عائشة. طيب الآن كيف زوجته زانية وهذا رسول؟ صاروا النصارى يعيروا بعض المسلمين، يقولوا والله أنتم في كتبكم تقولوا إنه زوجة رسولكم زانية، فيردوا عليهم يقولوا مو إحنا، مو كتبنا. بعض إخواننا الشيعة لبس عليهم في بعض الكتب وقالوا إنها زانية، جت براءتها في القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم هو خير. هذه الآية هو خير، كيف هو خير؟ جت براءتها في القرآن، فبالتالي كأن الله يعني توضيح للصورة إنه من يتهم عائشة بالزنا أنت قاعد تغلط على الرسول وعلى عرض الرسول وخليته ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث. كيف خليت يعني؟ فهذه من الأحاديث الموضوعة أينما كانت، فاعلم تماما أنها موضوعة. هذا رقم 2. طيب رقم 3 اللي هو إيذاء، طال عمرك، إيذاء آل البيت. أنا استغربت، هذا اللي خلاني أشتري هذه الكتب. استغربت كيف أنت شيعي وآية الله العظمى وتقول إنه الشيعة يؤذوا آل البيت؟ يا أخي فهمني، أنا أبغى أفهم كيف تؤذون آل البيت. مستحيل. نعم، الرجال قال أنا لقيت إنه في كتب السنة ما في السب والشتم واللعن. أنت مش ملاحظ يعني إحنا خرقنا قوانين البث وأصبح النقاش لا أنا قربت أخلص يا أنت عم بتناقش الشيعة أستاذ على كتاف. يا حبيبي أنت عم تأذيني. لا ما أذيك، ليش أذيك؟ أنا قاعد أقول شيء موجود غير صحيح، خلينا نوضحه، ترى النقطة مهمة يا دي. طيب هذا وضحوا في بثوثهم أستاذ. يا ديار خلصنا، إحنا خلصنا. أنت عم تأخذ علي خاوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحط علي سيف الخجل يا حبيبي، احنا نتكلم نقاش علمي. خليني اكمل كلام انا ما الرجال. بسمح، انا بقوانين البث تبعي ما بسمح بنقاشات شيعيه سنيه. يعني يا انت حبيبي. مش شايف القانون؟ اسمعني، انت مش شايفني اصلا؟ انت شايف الاخوان اللي موجودين غير يشكروك على هالكلام، لا تحسب انهم راح يزعلوا منك. انت مش شايفني اصلا استاذ عبد الله؟ يا ابدا. حبيبي يعني عادي كلمتي مش ما انت وبثك، انا بدي اناقش بكيفي. هيك شايفني؟ يا ديار حبيبي، دقيقه بس خلينا نخلص الكتاب هذا ملخص. انت لسه مصمم انك انت ما تحترمني؟ يعني لازم تكمل. انت قاعد بتقول لي انا ما بدي احترمك. انت تحت رجلي ديار. اسمعني يا حبيبي، ما حد قال لك الكلام هذا ابدا، محشوم والله. انا ما بسمح بهذا الكلام بالبث. يا حبيبي اسمعني انت الحين، هذا الكلام موجود في الكتب. انا اقول لك انا ما بسمح بنقاش الشيعة والسنة. استاذ انت انت اصلا مش سامع. يا ديار يا حبيبي، خلينا نكمل ال5 دقائق الاخيره وتتكلم انت يا اخي. اذا صار في كلامي خطا قول لي كلامك خطا. انت اصلا مش سائل انه انا عم بنهان اصلا. ليش تنهان يا حبيبي؟ ليش تنهان؟ مين هانك؟ يعني قاعد بقول لك احترم قوانين صاحب البث. صاحب البث قاعد بقول لك انا ما بسمح بهذا النوع من النقاشات. انت بتقول لي اسكت خليني اكمل. يا حبيبي قاعد بقول لك انا قاعد بستشعر الاهانه. انت قاعد بتقول لي اسكت خليني اكمل. مين اللي اهانك يا اخوان؟ قولوا له مين. خلينا نكمل كلامي يا ديار الان. انت لهالدرجه ضاربني بشحاطك يا ديار. سوي ميوت. اعمل ميوت. هروب غير مبرر. طيب اعمل ميوت. اخ متمرد، اتمنى اني اكمل الفقره هذه في دقيقتين لانه اعمل ميوت. والله هذا هروب واعتبره ما هي من اعمل ميوت لو سمحت. تقول لي انا اعمل ميوت؟ نعم. ايش افسره؟ افسره انسحاب منك؟ لو سمحت اعمل ميوت. يا اخي اعطي له ميوت واسوي له مليون ميوت، انا ما علي من الميوت. انا قاعد اقول لك انت لو سمحت خليني اخاطب الناس. اعمل ميوت. ابشر تفضل، هذا ميوت. والله ما قاعد يطلب مني انا اسوي لك ميوت. انا قلت لك انا اترككم لوحدكم، يعني مع اني ابدا مش مع هذا المنطق، لكن اعمل ميوت وخليه يتكلم. انا ما راح اعمل لك ميوت. أنا القوانين تبعت البث من زمان هي عندي كالتالي: أنا ما بسمح لأي واحد يصدر كلام للطرف الآخر على كتافي. أنا مش وظيفتي هنا أناقش الشيعة ولا السنة ولا مش عارف مين وأخلق هذا النقاشات. أنا غير مكترث لهذا النوع من النقاشات. هذا القانون وضعته على نفسي وعلى الجميع. فأنت لما بدك تدخل أنت وتخرق هذا القانون فأنت راح تسدد لي إهانة لنفسي. هذا خلل في شخصيتي. إذا أنا شخصيتي مش قابلة على أنه تقوم على بث كامل. أنا هاي الأرقام اللي شايفها اللي قدامك الناس كلها توثقت في كلمتي لأني أنا أنطيت تعهدات. لا هذا الطرف يقعد ينظر على هذا ولا هذا. ما بديش أي أحد يستشعر بالإهانة. أنا عندي وساخة ببيتي وبدي أناقش وساخة بيتي وما مهتم لبيوت الناس. فهمت؟ فإذا أنت حابب أنت تصدر أنت هذا الكلام للشيعة بتروح عندهم في بثوثهم وبتخلق النقاشات اللي بدك إياها. أنا ما عندي اهتمامات. إذا أصريت وأنا بتوسل فيك من أخ صغير لأخوه الكبير على أنك أرجوك لا تخليني أستشعر الإهانة. أنت عم تطاول على القانون اللي أنا وضعته على نفسي نفسه. أنت مش محترم داري أصلا. أنت قاعد بتقول لي أنا فايتي بدارك وبتضرب القانون تبعك بالكندرة بالشحاطة يلي برجلي وبدي أكمل. أنت ما راح تقدرش تهيني. أنا محترم حالي وساكت لأني ضمنت لك كرامتك. أنا لما أقول لك وقف بتوقف. لما أجي عندك على بثك وتقول لي وقف بوقف. ما بخرقش القانون لأني أنا شاب محترم. فصل الكلام. كم دين نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أرى أنهم 10 أديان وفقا للكلام المكتوب قدامي. أنا عندي القراءات 10 فايتة بالحياط، ولك القرآن نفسه انضرب وما بقدر أجمع بين القراءات. أنا حابب أنطيك واحدة من هاي المعضلات وبدي أسمع ردك. بدي أشوف شلون راح تخرجنا من هاي المعضلة، لأنه إذا انضرب القرآن الكريم والعياذ بالله راح الإسلام ب60 داهية. خلصنا. هذا أبو العقائد نفسها. طيب. هذا إحنا العقيدة بنأخذها من عنده. طيب فأنت جاهز؟
ديار حبيبي، انا الان انت نقزت عن النقطة اللي بعدها، انا قاعد اقول لك ايذاء القرآن في النقطة اللي بعدها، انا اتكلم الان ايذاء القرآن من الطرفين، واللي قبلها بس ايذاء الصحابة. مش مهتم الطرف الآخر كيف عامل العقيدة أو كيف اعتقد في العقيدة، أنا مهتم لبيتي. ما عندي اهتمامات الشيعة كيف يعتقدون، والله مش في الحسبان. ديار حبيبي، انت كرامتك حبيبي محفوظة، والجميع كرامتهم محفوظة، وكلمة الحق ما تزعل يا حبيبي. فأنا قاعد أقول لك كلام آية الله العظمى محمد آصف قال الخطأ اللي سورة حصل. البقرة الآية 191 في رواية حفص بقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. معنى الآية شو يعني؟ يعني أنت ما بتقدر تقاتلهم عند المسجد الحرام إلا في حالة واحدة، إذا قاتلوك. فإذا قاتلوك فأنت بتدافع عن نفسك. هون نقطة على السطر، الآية كله تمام وسليم. نيجي إحنا لوين؟ لرواية خلف بقراءة حمزة والكسائي، مو بس اختلف مع المعنى، ولك دمر المعجزة البلاغية، أصبحت ركيكة، أصبح ليس قرآنا أصلا. تخيل، مو بس اختلف مع رواية حفص، دمروا للقرآن، راح تحرف القرآن حرفيا. اسمع، هناك بقول ولا تقاتلوهم، هناك ما دير بالك، ما بتقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، بعدين انت بتدافع عن نفسك. تمام، هنا شو بقول؟ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم. ها لحظة، أنا ما بقدر أقتلك لحد ما أنت تقتلني. فإن قتلوكم فاقتلوهم، إذا قتلوك بعدين أنت بتموت، بعدين بتسوي ريستارت للجيم، بعدين عندك 3 أرواح فوق بالأتاري محطوطات هون، ماريو طباخ، فأنت بتخسر روح. الكمبيوتر تبعته شو بيسوي؟ بعيد الريستارت تبع الشخصية، وبنزل لك الروح الثاني، وبعدين بتقوم بتقتلهم. هذا لعبة أولاد صغار، لك حتى المبرمج استحى تبع اللعبة يعمل هذا الكلام، ولك هذا ما صار قرآن. أنو دين واحد، لك إحنا دمرناه للقرآن الكريم. رح نبدأ، أنت بتعرف أولادي وأولادك إذا عرفوا بهذا الموضوع الفيزا للإلحاد رح نروح كلياتنا. أنا الأوان إحنا ننظف وساخة بيتنا بدل ما نروح نرمي حجار على الناس. ديار القرآن محفوظ يا ديار. خلف بقول لي لا مش محفوظ، ما علي منه اعتراض. خلف 60 خلف، ما علي منه. واحد يقول لك نبلش من فوق، القراءات 10 نعمل لها تصفيات. خلينا ننظف انا وانت بيتنا. تعال ساعدني، امسك مكنسه، ولك امسك مكنسه معي بدل ما انت واقف بتتفرج. خلص قلت لي بيتي وسخ بس انا ما بنظف معك. تعال نظف. اسمعني يا ديار، القراءات 10 معناها الأقرب للترتيلات، قراءة حفص عن قراءة كذا، القراءة بعضها ما بنفع مش مهتم منين اجت مرساها ما عندي اهتمامات. ما عندي اهتمامات التأصيلات منين اجت، مش ما مهتم. انا المهتم امامي قرآن، هذا القرآن أصبح مش قرآن أمامي، احكي لي بواقع ايش مسوي. اسمعني معلش يا ديار، أوضح لك الصورة، أنت ما تسمح لي أوضح لك. أنت بدك توضح يا أخي اسمعني. اللفظة الكلمة مثلا بسم الله مجراها ومرسيها، زين، هي مرساها. تلاوة تأتي مرتلين يرتلها مرسيها. عبد الله احنا بنعرف هذا الكلام عبد الله. طيب احنا بنعرف اختراع. لحظة بس، انت بتشرح ايش يا اخي؟ انت بتعرف انا من امتى بناقش؟ لا تملنيش، انا من 2000 انا هاي الردود كل انا حافظ شو بدك تحكي اصلا. بمل. أنا عارف راح تقول لي اختلافات اللهجة بين العرب كانت تلفظ هكذا أنا مش سائل على أنا عندي المعنى راح ب60 داهية، ولك بقول لي القرآن أنت ما بتقدر تقتل لحد ما يقتلك، فإذا قتلك قوم مرة ثانية نحيا وقوم اقتله. هذه أنواع عربي ابن السقط اللي كان يحكي بهاي اللهجة. ولك حتى هذول الصعاليك المتشردين
اولاد الكلب اللي هم ما يعرفوا شو يعني لغه عربيه بس اخذوها من اهاليهم راح يفهموا انه هذا مش كلام الله. ولك تزبطش انا اقتلك بعد ما تقتلني. والله العظيم مش ظابطه يا ديار. انت فهمت؟ يقاتلوكم، الالف لما يحطوا عليها شخطه صغيره تنكتب يقتلوكم وهي يقاتلوكم. هذا رسم لا كتاب. لا مكتوبه، لا لفظا لا انا رحت على اللفظ. يقاتلوكم. ولك اسمع، انا رحت على اللفظ، انا دورت على ناس بتقرا قراءه خلف، انا لقيتهم بقراوها بهالطريقه. قلت له طيب انت ما فكرت؟ بعدين اللمس قال والله صح. قلت له يعني كل هالسنين انت اهبل؟ تسمح لي ارد عليك رد من القرآن؟ بس ما ترجع لي على الماضي تقعد تشرح لي هاي التأصيلات اللي قدامك. بس اسمح لي بس عشان اوفر عليك معلومات، ما تحكي استاذ لانه كلها عارفينها. انت قل لي شو نعمل، انطيني خطوات عمليه من هسه للمستقبل. انا اقول لك اللي قاله رب العالمين، ايش رايك؟ ترضى؟ الله يقول عن القرآن: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فلا تكون خليني أنا أمسك ورقة وقلم، أعطيني الآيات المتشابهات تم تحديدهن. يا أخي اسمعني، ولا تم تحديدهن الآيات المتشابهات إن 1 2 3 4 تم تحديدهن. أعطيني إياهن، هذه مش متشابهة. اسمعني أنت الحين، كلام الله واضح. تفضل حبيبي، كلام الله واضح، في آيات محكمات يعني واضحات الدلالة، وأخر متشابهات يعني يشتبه على الناس فيها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمعناته أنت إن شاء الله تكون ما أنت من الناس الذين يتتبعون المتشابهات لهالأمر، يعني ما يليق حتى في الدين. أنت المفروض تكون يعني أنت خليتني أسمعك عشان هذا أنا فكرت راح هذا كلام الله مو كلامي. أنت بتعرف أنت أنطيني، أنت بتعرف كم عدد الآيات المتشابهات وكم عدد آيات المحكمات؟ تم تحديدهن، تم الاتفاق عليهن أصلا. ما يهمني. لا هذا مش نقاش. لا هذا شغل أولاد صغار. ولا أي آية اسمعني، أي آية ولا أنا صاحبك بمون عليك. اسمعني، أنا الأسلوب المتحضر طلع خلص، اجت لك الشخصية الثانية. أنا بزبطش ألبس لك دشداشة واطلع لك أنا والسبحة وأقول لك يا ولدي. أنا الأوان ننزل على الرب أنا وأنت. أنا فكرتك راح تجهشني بالبكاء، بتقول لي آيات ولك هذا ما دخل. ولك اطلع على جوجل اكتب الآيات المتشابهات، ولك أمة كاملة هذا ما دخله بالتشابه والمحكم. ولك هذا بقول لي إذا قتلك أنت بعدين بتقتله. إذا قاتلك وليس إذا قتلك. أنت عندك هذا برواية حفص موجودة. هذا برواية حفص، برواية حفص النافع. أوكي، الروايات الأخرى التي تخالف المنطق يا أخي غير صحيح. انتهى الموضوع يا ديار. ليش احنا نوقف عند الخلاف؟ شو نعمل برواية خلف يا أخي؟ اعتبروا شو نسوي فيها؟ اعتبر انه خلف من ولد. خلصنا يا أخي. يعني ما فهمت. اعتبر شو خلف؟ اعتبر خلف مو موجود في هالحياة. لا هيو قدامي. انساه. مو انت مش قادر. لا لازم تقدر. انت انسان مؤمن وعندك عقل. كانما هاي وحده استغفر الله بديش اشبه. انا بديش احكي عن القران الكريم. كانما انا متعلق قلبي بوحده ومش قادر انساه. يا ديار يا حبيبي، هيك عم بتعاملني الايه شرعا. يا ديار يا حبيبي، شرعا ما يصير يعني. اوكي هذا مش قران. اعوذ بالله من انه يكون هذا قران. ولك هذا المعنى راح. هو حرف شاله او انت فهمته بهالطريقه خلاص. كيف هو رسم قلت مش رسم. انا الرسم القراني انا رحت لروايه خلف نفسها قاعد بياكد لي يا رجل. تعرف شو سوى؟ اسمع الكارثه. ولك فصل لي الاحرف تفصيل كيف انت بدك تقراها. مع هيك هاي بتنقرا الحرف كذا،
هاي كذا هاي كذا، جماعتهم طلع يقتلوكم، ولما يقتلوهم بتقتلوهم. لك عم بيأكد لي، انا رحت على ناس طاردت وراهم قلت خليه لهم غلطان، خليه غلطان. انا يعني اذا واحد القرآن محرف باعترافك، انت ارتكبت جريمة، علماءنا راح يكفروك، انت كافر، انت صرت معاي، تعال اقعد جنبي، انتهى فيلمك، انت ما بتناقشني، اسمع انت بتقعد ديار، معاي نناقشهم. روح لجهنم لحالك، انا ما اروح معك. اسمعني يا ولك حبيبي. انت قلت رواية خلف محرفة. اسمع، ما قلت محرفه، قلت لك اذا كان غلطان اعتبره مو موجود، لا هو ولا روايته. انا لا عندي هو موجود، ثابتة. ما بقدرش. وهذا بتعرف شو، انت بتقول لي غض البصر، مش قادر، ما هو هيو قدام عيني، ما انا يوميا رايح وجاي على امه، ولك باجي بقعد على الكرسي بشوف خلف قدامي قاعد، مش الله ما قادر. شفنا، الله ما شفناه بالعقل، عرفناه يا ديار. يقاتلوكم، انت قريتها يقتلوكم، لان الالف في الرسم القراني احيانا يحطوها ماده صغيره. هو اخطا، تعال. غلطة مطلقية ما طلعت، اخطا. تعال يا ادير لك الكاميرا هون. لا تديرها، ليش ابغى اديرها؟ ايش يعني متاكد انه مكتوبه ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم فاقتلوهم؟ انت متاكد؟ ما بيحتاج اثبت لك من القران اللي قدامي؟ يا اخي ليش ادخل معاك في نقاش بيزنطي؟ شيء خطا ما يهمني. بيزنطي شو؟ ولا ما رحت يهمني. اشتريت روايه خلف، يجوز قلت غلط بالطبعه، ولا كل طبعه بشتريها، ولك ابو المكتبه اجى بده، المكاتب صاروا يعرفوني، بيقولوا لي انت بطلت تشتري، انت بتروح على روايه خلف من الطبعه الفلانيه وبتروح تتاكد انت شو فيلمك. اعطيك معلومه. الكلام العربي والكتابه العربيه زمان كانت حتى ما فيها نقاط يا ديار. اذا تم تحريف القران. حلال، اسمعني، انا مستعد اكتب اسمك بدون نقاط. العربي القح يعرف يقرا انه اسمه ديار، ولك انا عارف انه يا اخي انا مستعد اعطيك رساله اكتب لك اياها وتقراها بدون نقاط، ولك انا عارف انت ما راح تهربش، انا خانقك وحاطك على الطاوله. انت بطل، احلم اخليك ولا تعال، مكتوبه عندي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم فاقتلوهم. مريض طباخ استحى يعملها. انت ما زلت مصر. هو لو يجي خلف هذا، لو يجي قدامك يقول لك يا ابن الحلال هي يقاتلوكم، انت تقراها يقتلوكم، خلصنا يا اخي. الماده هذه ما هي موجوده طباعه. اجيبه، انا بدي اياك تشوف شو مكتوب قدامي وقول له هاي طباعه. اوكي، قول امين يا ديار، قول امين. شكرا. قول امين. خليني ادير لك الكاميرا. قول امين، بس قول امين. انا بدي اعذبك اليوم، انا بدي احرجك بالطبع، انا طيب زدتك قول قريب. امين. الله يزوجك واحده حوله يا ديار، وتوضح لك هالحرف هذا اللي مو موجود. هذا القرآن الكريم فيه القراءات العشرة كاملة، متفقين؟ بيكتب لي الآية هون وبيكتب لي بعض القراءات شلون انكتبت. هسه هون أنا عندي رواية إيش؟ رواية حفص. وقف شوف قاتلهم ولا شوف المادة. اسمع بس لحظة، اسمع، تقاطعي، سوي ميوت، أنت راح تصدمك شو مكتوب على الجنب. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هون شو بقول لي؟ بقول لي في قرأ حمزة والكسائي وخلف ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم. شوف الضمة حاط لك اياها بوجهك، ولا تقتلوهم. فإذا جمعنا الضمة أنا راح أدرسك لغة عربية يا حلاوة، وصلت معي لهذا. المهم ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم. شوف حتى يقتلوكم، اقراها فوق يا فإن قتلوا هاي الضمة لوكم. شوف أنا اللي قاعد بسجل صوتي قاعد بقول لك هذا ديار راح 60، أنت لهيك وصلت فيها؟ أنت فهمت؟ استوعبت؟ هي مكتوبة الآن. شوف اللي فوق تركنا من الكلام اللي هاي رواية حفص. خلاص اوكي، هاي رواية خلف، رواية خلف. شوف ولا تقتلوهم. خلصنا يعني لا تقول لي انه انت مش عارف تقرأها.
خلصنا. القرآن هون تحرف، قلنا ولا لا؟ خلصنا. لا ابدا ما تحرف يا ولا حرام. شلون راح تبررها؟ ما يجوز شرعا انك تقول القرآن تحرف، ما يجوز. اذا لو واحد في الابتدائي تعرض عليه الجملتين يقول لك هذا صح وهذا الخطأ، واضح وضوح الشمس، ما فيها كلام. حرف. طيب هسه هذا انت بترضى اقول لك انت دير بالك اذا بفوت عليك الحرامي انت ممنوع تقتله لحد ما يقتلك، اذا قتلك بعدين انت بتقتله، اذا طخك وانت متت انت بعدين انت شو بتسوي؟ بتمسك الرصاصه نفسها اللي فاتت بدماغك وقتلتك وبتطلع وبترميها عليه وبتقول له امشي اطلع برا انت شفتني. ابدا هذا طال عمرك. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. فيعني انت اطلع بلاش خلص نتركها تروح. يلا ها احرجتك. نروح على سورة الحديد آية 24. تفضل يا حبيبي تفضل. بس لا تخافش انا ما راح احرجك، انت ضيف. غرد يا بلبل غرد. عيب. فعليك. اسمع، في سورة الحديد آية 24 في رواية حفص بقول لي فإن الله هو الغني الحميد، ولك في رواية قانون قاعد بقول لي فإن الله الغني الحميد. هو وين؟ مش موجودة. لك هذا نقص. لا مش نقص، ولا المعنى ما اختلف. قلت له طيب ما أنا عارف المعنى ما اختلف، أيهما باللوح المحفوظ؟ فإن الله هو الغني الحميد ولا فإن الله الغني الحميد؟ قال لي اثنينهن باللوح المحفوظ. قلت له ولك على مين انت بتضحك؟ راح اقوم الطشك ولك اولاد صغار ولا. قال لي شو فيه؟ هو خاف ورجع لورا هيك. قلت له يعني رب العالمين نادى جبريل قال له لو سمحت نزل لي من اللوح المحفوظ نمبر 2 الآية القائلة فإن الله هو الغني الحميد. نزل رد طلع قال له ايش؟ قال له لحظة جبريل جيب لي من نمبر 9 من رقم 9 اللوح المحفوظ نفس الآية بالتمام وبالكمال، بس شيل لي كلمة هو. الضمير مش حاب وما عجبني، أنا الملكوت الأعلى وأنا حر، نزل لي إياها. ونزل قال له طب يا رسول الله هاي قراءة ثانية بس ناقصة، أنا بدخلش بينك وبين الله، هذا موضوع بيناتكم ما حداش يدخلني. لكن أنا متأكد جبريل عليه السلام نفسه مش كان مقتنع، أكيد كان يتساءل بالطريق وهو نازل. ليش الله بدي يحكي مرة فإن الله هو الغني الحميد ومرة ثانية بدي يقول فإن الله بدون هو الغني الحميد؟ ولك أنتوا قزمتوا لله مو بس تطاولتوا على القرآن. أنت فهمت لأي مستوى؟ أنت خليتني أدخل لدماغ جبريل وأفكر مطرحه. الله لا يوافقك، كفرتني. لك أنا مصيري صار جهنم بسببك، أنا دماغي ما إله حدود، بتخيل عادي. يا ديار اسمعني يا حبيبي. اسمعني يا ديار. الآية اللي ذكرتها لك تفضل. أنا قاعد باكل هسه، خذ راحتك بالرد، خليني أنا أتسمم. تفضل بالعافية. أنا أقول لك إنه لا تقع في فخ الشبهات يا حبيبي. فخ الشبهات يعني هذا من الشيطان، ويعني الله قالها وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فخلاص أنت أكبر من أنك تنزل إلى شبهة غلطة. واحد وقع في غلطة مطبعية نسي وهو يكتب، كيفه؟ إحنا عندنا ثابت طال عمرك القرآن اللي قدامك هذا ثابت. أنت تبحث في اليمين ويسار، ما يعني أقول لك شيء يا ديار. أنت لو دخلت قصر، أجمل قصر على وجه الكرة الأرضية، جميل، القصر جميل بالكامل، ممكن تيجي سواء أنت أو شخص آخر ويصور مثلا سلة مهملات، مثال من هالكتب، سلة مهملات، ويشرحها للناس، يقول والله هذا المكان وسخ وهذا لا 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 لا، هو قصر جميل. نفس الشيء اللي حاصل في بعض الأمور الغير صحيحة واللي الناس صاروا يلعبوا فيها. فما هي حلوة إنه أنت تترك، يعني مثلا لو واحد دخل في الجامعة ولا في الثانوي
وتخرج معدل مثلا 90%، هذا يعتبر يصنف تقديره ممتاز. هذا الشخص اللي تقديره ممتاز يمكن غيره يا دوب ينجح. فبالتالي إذا كان في كتاب 90% يا أخي صح، أنا ما أتكلم عن القرآن طبعا، نتكلم عن الكتب الثانية، القرآن 100% صح، الكتب الأخرى إذا كان 90% صح و10% خطأ، فبالتالي ما نقدح في 90%، يعني على مقابل الخمسة 10 1%، الذول اللي فيهم أخطاء هم يطلعوا. بس هذه التصفية وفتت لي فوتة وقلت لي أنا أدعوك إلى مناظرة بشروط أن تكون كذا، وأنا قلت خلص أنت قطعت هذه المناظرة. راح تكون المناظرة عالمية، أنت اللي هذه قطعت مستويات عالية، راح جمهور غريق راح يتفرج. أنت قطعت لازم المناظرة. تستعرض بأقوى ما لديك، ولك أنا صبيت لك شوية صغيرة، أنت صرت تزعفل بين إيدي. اسمعني، أنا لما ناديت قلت بدي مختصين مش ناس هاوين، ما صدقتنيش. ولك اقعد انت صير صاحبي وبتقعد جنبي على الكرسي، وانا وانت بنلعب دومنا وطاولي احسن. موضوع نقعد نتناقش على هاي الامور. انت قطعت كلامي. طيب انت مو انت قطعت ولك انا ولا في 1200 واحد قاموا يلطموا. انا على الاقل مسلي حالي بالاكل وقاعد بتزانخ وبدير وجهي عن كلامك. هذول لازقين بالشاشه وبقولوا امتى يخلص. ولك ذبح ورا جيب كرسي وقعد جنبي امشي. انت اقعد شجع بين مباراه، انت شجع بين انت مش تتصدر مش مكانك. انت شو بتشتغل؟ اكيد دهان. والله انا بعرفكم انتم الدهانين، هاي شغلتكم. اسمعني حاط لي السيجاره على الجنب وقاعد مسحل لي بنطلونه وبدهن وبده يناقشني بالقراءات. اسمع ولا انت ناقشني بنوع الدهان اللي قاعد تدهن فيه. اسمعني، واحد قبل شوي كاتب كومنت عنك انه انت تصلح تكون كوميدي، وانا والله ايد انت تصلح تكون كوميدي، ولكن الكوميديا ما تطلع فيني يا ديار. ليش؟ لانه زهقت، بدي اسكر البث، بدنا ناخذ كم طلعه من الناس وخلص، انا مليت. طيب مش بايدي. طيب بعدين انت بدك تصير صاحبي غصب عنك، هذا قرار من مولاكم ديار. الطاعة ثم الطاعة. والله يا اخواني ينحب، بس والله خايف عليه، بس انا خايف عليه والله، خايف ولا هو ينحب. اليوم يوم الملحمة، يوم ينتصر فيه الديار على الهضولة. إن الديار لم يكن زهوقا، أنتم من كنتم مزهوقين. أنت بطل العالم في الكوميديا. بالك حكم هذا، أنا بتكلم من غلي قاعد بعيط. يا سلام انتم طعنتوا بالرسالة. انت بطل العالم. لعبتوا بالرسالة أسبح أحسن لي. انت بطل العالم. انت راح تكون صاحبي وانا مش طايقك. انت بطل العالم. عندي حديث، ولك اسمع، في عندي حديث بقول لي الله خلق المكروه يوم الثلاثاء، فانت كل يوم ثلاثاء راح ادعي عليك. هذا الكره اللي جواتي مش بايدي، الله خلقه يوم الثلاثاء. كل ما يجي ثلاثاء اللهم ارني عجائب قدرتك بعبد الله. الناس بتسالني ولك ليش بتكره الزلمه؟ بقول لهم والله مش عارف، انا تمت برمجتي من الملكوت الاعلى. انت بطل العالم. بطل العالم في البلطجة. وانا كرهته، اني اكرهك رغم انك انت صاحبي. مش عارف ليش. انا عارف. بطل العالم في البلطجة ترى، يعني صراحة والله. والله شوف يا ديار، شوف كل شيء ان شاء الله يكون تمام، بس احنا خلينا نصفي القلوب، الجماعة كلهم، الفئتين سنة وشيعة. والله اني صادق قسما بالله. انا في وجهة نظري. ولك انت صفي لي القرآن الكريم وطلع لي انه القراءات وبعدين ولك انا الناس راح تكفر. انت لسه هناك بدك تتناقش سنة وشيعة. اسمعني يا ديار، اسمعني. في حديث بما معناه ان الرجل يلقي بالكلمة او يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتطرحه 70 خريفا في جهنم، اللي هي الواحد يستهزئ او كذا حرام يعني.
ففي الدين، في القرآن، في الحديث خليه على جنب. الرسول، الجماعة ولك مش بايدي والله اقسم خلصوا نقاشكم. ولك بقول لي انت ما بتقدر تقتله لحد ما يقتلك، فاذا قتلك خلصوا نقاشكم ولا لسه؟ انا نهيته للنقاش. تفضل متمرد تسكر. انا كرهته لهذا خلصت الزلمه، نقاشك؟ مش طايقه، شيله من وجهي. اسمعني يا شيله، اخ عبد الله، مش طايقه. اسمعني متمرد. نعم اسمعني حبيبي، في نعم. نقطة أخيرة والله يا حبيبي، هي مش مع قادر مين اشوفه، مش عفوا بس. قادر اتصورك. عبد الله، النقطة الأخيرة مع مين؟ صاحب البث ترك المكان. اسمعني مع مين النقطة الأخيرة؟ اسمعني. لا اسمعني مش اسمعني ولك ما مش طايق تنصرف اسمع عني. صوته، قمت من يقول لك قدام مش الكاميرا طايق ولسه أسمع. قاعد بسمع. وأنهى النقاش. ديار على كلمتك مدري ايش تقول، اخنقك. اسمعني يا متمرد، هو ديار أنا ما أحب أسمعك ديار ما أحب أسمعك. ما لي نفس بقول له ما أسمعك، بحب أسمع. ما أطيق صوتك. يعني احنا اللي ميتين على صوتك يا متمرد مثلا، يعني فاحنا نتكلم لا للمصلحة. أنت ما تتكلم للمصلحة ليش؟ نهائيا، ما تتكلم للمصلحة. انت زعلان مني لاني انا تكلمت على بعض الامور. أنا زعلان منك لأن الآن جلست أمام كل العالم هنا من غير بجهلك سببت الخليفة الأول. كيف؟ بجهلك دخلته في أسفل جهنم. يا ساتر يا ساتر يا أخي ساتر. قبل لا تنطق نعم يا ساتر يا ساتر، وللأسف ما أقدر أقولها أمام الكل، أعطيهم 100 عذر. يا أخي ارجع للكتب، اقرأ، تثقف قبل أن تتحدث في الدين، قبل أن تطرق صدرك. طبعا هي مو طرزان، هي مش كينج كونغ. والله يا متمرد انت تضطرني اني اكمل النقطة الأخيرة حتى تعرف ايش قال آية الله العظمى محمد آصفي. قال للأسف الشديد آية الله العظمى للأسف الشديد في حضرة رسول الله قال أمصص بظر اللات في حضرة رسول الله. افتهمت؟ أنا الآن عندي سؤال لك أنت، لماذا في السعودية يحترمون البعير أكثر من المرأة بحيث يحطونها هي بكيس زبالة والبعير يلبسونه 7 مليون ذهب؟ مطي أنت ولك؟ مخطط أنت؟ من ياهو ما كان جاي تحكي الرجال يقول لك ساعة لا تتحكي، لا تتكلم بهذا الموضوع، لا افعلي آية الله عاسف، آية الله عاسف. تعرفه؟ متعشي وياه؟ موضوع ما عندك، علم ما عندك، صوتك ناعم، شككتني بيك. ديار أنا صديقك. ولكن الرجل الزلمه متجوز، مرته جنبه سحبته، والله غارت عليه من صوتك. انا اول ما صعدت تذكرتك البارحه، مو تقول ما تذكرتك، جيت لنفس الموضوع واقسمت الان 60 مره، اقسم يمين بالله بيني وبين جنتي وناري ان في قلبك حقد. انت جاي تزوع حقد، جاي تطلع يا رخو يا ناعم. كوميديان يا اخي، تميحن بس مو هني، عيب يعني. في لايفات للتميحن مشهوره، الناس عم مشهوره. الضحك وصل عيب والله عيب. المصيبه انا لما قلت لك بدي مختصين، ولكن المصيبه انا لساني يعني متبري مني. انا من اشوف قلتها غلط، سمعها يا زلمه، سمعها غلط. انت قلت مختصين، هو سمعها مخصيين. هو ده انطى واحد على وجهه. علم عليه. سمعت غلط عنده، جاي لا رايح لا تصرف رايح. مجهود من عندي، ولكن انا لو كملت باقي الحجيات بحكي معاه بموضوع بقول لي الايات المتشابهات. لك احنا ناس ما بنعرف ديننا والله، ولك احنا جنس نور. والله استحملت غصب، ما في اقسم يمين بالله استحملت غصب، استحملت غصب بس عشان اصحابي اللي تحت ولا هيك وقعدوا قدامي وبقول له هيك من غير ما تذبح، والاربعه اللي جاوا وراه جايين يتفلوا عليه تحت، ماسكينه عند الباب ورا هناك. لك فات لي فوته، عملوا بزاقه. فات لي فوته، انا قلت هاي تايهه خلاص.
اني اطلبك لمناظره، وراح يدخل لك على الخاص عشان يحدد المناظره. اذا دخل لك وبده يحدد واتصلت علي راح ازعل من عندك. تحكيش معاي بعد. انا ما طايق، انا مش طايقك. مش طايق ولا زلمه. الجماعه اللي جالسين تحت انا ضربوني بالطوب سكته، ولك جاي يحكي عنه انا سكتت وعدت وعد. احنا رجال من نوع نحكي، ما اخاف منك تيجي تقول لي فلان ولا فلان ولا الكتاب يا عقل شويه. انا اقول لك مين صار وجع عنده بعضلات وجهه. انا والله العظيم الوجع من هون، لكن شلخ ثمي وانا بضحك. ولك هذا وجوده احسن من كيس بزر. هذا الحب عين شمس مع السهره، عرفت؟ طق 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 طق. تعرفوا هو هذا وجوده، بس ركب عليه الصوت وهو بحكي كانما وانت بتكلم منك صوتك والله صوتك. انت من قلت له اصحاب نقعد جنب بعض في كوفي شوب، قال ها ديار عندي موضوع وياك. رخ الزلمه. اثنين بوزنين ابو الشباب، انا هسه بجيك. الله هذا حظك ما كنت بالعماره، كان هسه حامل. مع احترامي لهالعماره. لا الرجل له مقامه، انا مقامه والله كان يصلبونه، اقسم بالله كان يرجع صوته خشن. ولك استنى شوي، يعلمون المراجل شلون. خليني ابرر له، استنى شوي. الرجل له مقامه يعني وكرامته مضمونه. هو ظلت ولك انا والمشرفين والشغيله كلياتهم القائمين على هذا البث والزباين والناس اللي جاي تحضر مسحت فيه الارض. انا ولك احنا شله مستهترين. لا والله كرامته مو محفوظه، ما حفظ لاحد. ولك اللي بيدخل بناتنا بنخطف، احنا بنخطف كرامته خطف. بيطلع هو يبزق على حاله الزلمه، ماسك مرايه وهو طالع من البيت. انا اهبل، انا شو فوتني عند هذا. انا متاكد عن لا صدق انا انصحك، هذه عبد الله انصحك، خذ لك تذكره روح العماره، قول لهم جاي استرجل، ولك كل واحد بيهم كفه هالقد، من يصفك طلقه بندقيه جايه على وجهك. مش قاعد يرجعونك رجال حتى هذا صوتك صار خشن. انا حاسس حالي انا بدي افوت وافزع بناتهم. صلوا على النبي يا جماعه الخير. ولكم انفضحنا احنا بالشارع، الله لا يوفقك. ولك انت شلون بترد على مرة؟ ولك الطشك، ولك اسكت. اما هي ما شايفها بتحكي معي بهالطريقه، ولك خلص. ولك مرة ولا، وبعدين هاي طفله صغيره، انت بتحط عقلك بعقل طفله صغيره، انت ما بتستحيش؟ شو الحديث؟ شو فحواه؟ ولك شو اللي صار؟ ولك قول يا ديار السسبنت فقع معدتي. ولك منطق. طب استنى على امي، ما انا راح احكي، ثولتني استنى. المستدرك على الصحيحين، الحاكم ابو عبد الله، صفحه 649، الجزء الرابع، رقم الحديث 6216، عن عائشه رضي الله عنها قالت انها دعت ابو هريره. كانت قاعده هي والسيده اسماء بالبيت، الباب شوي مشرع، مثل ما تقولوا انتم هذا الممر بين الباب وبين الغرفه. فلمحت ابو هريره فقالت لها ولي اسماء، هاي مش هي، هذا مش ابو هريره والله. والله هو. ولك استني انا بدي احكي معاه. قامت ابو هريره، سوى حاله مش سامع، ولا ابو هريره اجا. انت ايش بتصيحي؟ فبتقول له، مسكته من هون وقالت له ما هذه الاحاديث التي تبلغنا انك تتحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولك هل سمعت الا ما سمعنا؟ هل رايت الا ما راينا؟ ولك انا مرت نفسه صرت اتعرف على جوزي من عندك. ولك انت بتحكي شغلات ما حداش سمعها وما حداش شافها. ولك انت من وين بتجيب هذا الكلام؟ الله لا يوفقك. ولك حتى لو صحابي على عيني وراسي، بس انا مرته ما سمعتش بالكلام. ولك جاوبني راح الطشك. وماسكيته من هون وبقولها طب ابعدي. قالت له هل بحكي معاك، هل سمعت الا ما سمعنا؟ هل رايت الا ما راينا؟
ولك انا مرت وصرت انا بتعرف على جوزي من عندك، الله لا يوفقك. ولك حسيت حالي طرشه بالزفه بالهبله، ولك بتحكي كلام انا صرت اقول هذا جوزي ولا لا. ولك انا نايمي جنبه في لحاف واحد، لا هذاك حديث ثاني. ولك صرت انا اتعلم من عندك كيف جوزي بفكر. ولك انت من وين ولك رد علي راح الطشك. فهو بعد حاله هيك عنها، فلما شاف حاله فلت فبدي يرد، الناس تتطلع، قال والله لا اخذ حقي. شوف شلون رد عليها. قال كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة. امشي روحي انت تمكيجي، انت هاي شغلتك. ولك ناس بتردح لناس، انا عندي بالسنة وبقول لي هاي وحي، والله اختك الوحي. ولك انت عم شخصيتين مثيرات للجدل بالتاريخ عم بترادحوا بالشارع. ولك ناس بتضرب ناس انا قدامي، وبالاخير بتقول لي رضي الله عن الجميع. رضي الله عن امك لحالها اللي جابت هالاشكال. ولا ولك مرادحه صارت. ولك حسيت حالي نزلت تاريخيا بين السطر وصرت افازع. سيدة عائشة صلي على النبي. ولك ابو هريرة انت ولك انت حيوان بترد على مرأة الطشك ولا بقول لي انا من صحابة رسول الله من سبني سب رسول. قلت له اسكت. ولك انت قعدت معاه سنتين فضحتنا باعتراف السيدة عائشة انت لكلكت لكلكة، ولك ما حداش سامعها يا ابن اللكاكة. ولا بقول لي بس علماءك الازهر قالوا انك انت كافر اذا انت بتسبني. ولك بضربك بالشحاطة انت وعلماء الازهر. ولك انا ما عندي كبير. ولك انت بترد على الشخصية نفسها على السيدة عائشة. ولك الله لا يوفقك يا ابن اللكاكة. ولك اهل بيته اللي هم اهل بيته ما نقلوا غير 20 حديث من السنة ككل. انت قعدت معاه سنتين قعدت لي جبت لي 100,000 حديث. السيدة عائشة نفسها ما كانت تعرف جوزها بسببك. صارت تقول انا متأكدين متجوزة رسول الله ولا لا. ولك ليش هيك بتحكي؟ قالت والله العظيم ما هذا بيحكي شغلات ما سمعنا وما رأينا. عصافير اذني طقطقت. ولك خليت المرأة تشك بشخصية جوزها بسببك. ولك بكفي الله لا يوفقك. ولا يا عمي وبقول لي السنة وحي، وانا اقوم من وجهي لالطشك بالشحاطة. وبقول انتم غير اكاديميين. غربل لبسك المعفن. لما اقول لك بيتي وسخ اسمع من عندي، بيتي وسخ لا تعال ننظف ولا ينظيف. انا اسف هاي حال